أمور كثيرة. لماذا؟ لأن الرجل الثالث في الفيفا، الاتحاد الدولي لكرة القدم، جاء فرحان على أساس أنه يسمع أخبار مليح ويخرج الصحفي الفرنسي اللي هو مختص في الرياضة. لماذا جاء هذا المسؤول السويسري؟ لأنه هو سويسري فرنسي سويسري. لماذا حضر محاكمة الصحفي الفرنسي؟ حضر المحاكمة لأنه هذا الصحفي مختص في الرياضة، يعني معروف عند الفيفا، معتمد لدى الفيفا، إذن جاي يوقف معاه يساندو، وكان عنده تطمينات وعنده ضمانات بين قوسين من أعلى سلطة أنه سيتم إطلاق سراحه. ما حبوش يطلقوه، راح مدمر. كي نقول راح مدمر معناتها سيحاول الإضرار بحظوظ الجزائر في أي منصب من مناصب الفيفا. يعني صوت مهم في الفيفا خسرناه، كنا قادرين نربحوه. نفتح قوس ونعاود لنا المعلومات اللي عندي. لماذا بقي الصحفي الفرنسي في السجن؟ لأنه بعض المسؤولين عندنا ربي يسامحهم حبوا يساوموا فرنسا أو يبتزوها. قال أوكي رانا حين نطلقوا الصحفي الفرنسي تاعكم هذا، بصح أكونديسيون. وشني 14 ديسمبر هذا ما تخلوش فرحة مهني يعلن على الماك من باريس. جياحة، ابتزاز، هذا غير مقبول، ابتزاز حقير. ما تخليش فرحات لو 14 يعلن ونطلقوا الصحفي، ما عندهاش علاقة. كل حاجة في طريق، كل حاجة في بحر. الرد الفرنسي كان بالسلب، قال لهم لا نقدروش نمنعوا هذو الجمعية حبوا يعلنوا على رواحهم الله يسلمهم، كراو قاعة ورايحين يهضروا، واش دخلنا احنا بهم؟ بلد ديمقراطي وحرية، يحب يعلن الله يسر عليه. تطلب مني تقول لي ما تعترفش به، اوكي، بصح تقول لي تمنعوا، ما نقدرش نمنعوا. فرق ما بين تمنعوا، فرق ما بين ما تعترفش به. اذا قال مادام ما قبلتوش نشدوا الصحفيون. هذه معلومات اللي انا نشوف باللي غير منطقيه وغير مفيده، لانه قلت لكم اللي بقات لنا بصيص امل اللي هو كره القدم، اللي الان رانا رايحين نلعبوا في كاس العالم. طبعا بعد كاس افريقيا رانا نلعبوا كاس افريقيا في نهايه هذا الشهر هذا في ديسمبر، ونلعبوا كاس العالم في جوان في امريكا، اللي نظن طحنا مع الارجنتين والنمسا والاردن في مجموعه. كان من المفروض الجزائر انه في هذه المناسبه كاس العالم ممكن، نظن كاين انتخابات في الفيفا، اللي كان من المفروض الجزائر تكون عضو في المكتب الدولي مثل ما كان روراوا. الان تغلقت علينا البيبان، تغلق علينا الدومين بالدوبل سيس، خسرنا. يعني الجزائر في كرة القدم أو الجزائر في الرياضة خسرت ورقة مهمة في الاتحاد الدولي لكرة القدم للأسف الشديد. لأنه لو كان نخموا شوية بالدبلوماسية الرياضية والدبلوماسية الثقافية، لأنه هذه هي الأسس اللي ترفع صوت الجزائر. الدبلوماسية الثقافية والرياضية والفنية مهمة جدا جدا جدا، مهمة جدا. القضاة هذو اللي ضالعين في القضية هذه سأعود إليهم بالتفصيل الممل، أبدأها من حيدرة إلى مؤمن إلى كل القضاة الفاسدين، راح نذكرهم بالواحد. أوكي، قضاة الفاسدين اللي راهم عندي نذكرهم بالواحد. خليني نقول لهم انظروا وجدوا روحكم راني جايكم. مؤمن جميلة، أوكي، قول لها للأسف الشديد كما قال عادل إمام اسمك مذكور للأسف الشديد. حيدرة نفيسة وليندا محمودي، والقائمة طويلة. إذن هذو 3 قضاة اللي عندي عليهم إثباتات أنهم فاسدين، أنهم مرتشين، أنهم ضالعين في هذا الملف اللهنة. وسأعود للموضوع بالتفصيل الممل في الأيام القادمة بإذن الله، لأنه لا تعليم بدون عدالة نظيفة، ولا صحة بدون عدالة نظيفة، ولا أسرة بدون عدالة نظيفة،
ولا اقتصاد بدون عدالة نظيفة، ولا أمن واستقرار بدون عدالة نظيفة، ولا دولة بدون عدالة نظيفة. إذا ما عندناش عدالة نظيفة ما عندناش دولة. وللأسف احنا عندنا قضاة فاسدين مرتشين، ونملك أسماءهم في هذا الملف على الأقل. في هذا الملف على الأقل نملك أسماءهم، وسأعود إليهم بالتفصيل الممل.